السلام عليكم. بعد مقتل الأستاذ جمال الدين شاوي منذ أيام، جريمة أخرى تهز ولاية سكيكتا. شخص يذبح صديقه ببلدية بين الودان. مواطنون من قرية الحوارك ببلدية بين الودان يكتشفون جريمة قتل مروعة لجثة شخص مذبوح داخل سيارة سياحية. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الضحية والجاني ينحدران من قرية البابر لبلدية الولجة التابعة لدائرة عين قشرة، حيث أقدم الجاني على ذبح الضحية وأخفاه داخل الصندوق الخلفي لسيارته، وتنقل به وعلى بعد حوالي 30 كيلومتر بجانب الطريق الوطني رقم 43. حاول إدخاله المركبة إلى مكان غابي بمنطقة الحوارك بلدية بن الودان للتخلص من الجثة بدفنها. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.